افتتح أعمال منتدى المستثمرين الألمان، والذي يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين. دي الزيارة الثالثة للسيد زيغمار جابرييل نائب المستشارة ووزير الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى مصر، وعنده معاه إن شاء الله 130 ممثل شركة ألمانية من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، بحث فرص الاستثمار، فرص الأعمال، استغلال الفرص المتاحة في مصر. فإن شاء الله الاستعداد جيد وهيكون على مستوى رفيع. وايضا بيتم التحضير لانعقاد اللجنه المشتركه، اللجنه التجاريه الاقتصاديه المشتركه بين مصر والمانيا، وهيرأسها السيد زيغمار جابرييل من الجانب الالماني، والسيد وزير التجاره والصناعه من الجانب المصري. وهيكون ايضا في بيزنس فورم او منتدى لرجال الاعمال بمشاركه ممثلي الشركات الالمانيه من جانب وممثلي قطاع الخاص في مصر، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية ومشاركة اتحاد الغرف التجارية. يأتي ذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة لوزير الاقتصاد الألماني إلى مصر، والذي يأتي على رأس وفد رفيع المستوى يضم 130 مستثمر، فضلا عن زيارة الوفد الاستثماري البافاري لبحث وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المصري الألماني المشترك. العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية تتطور أيضا بسرعة. كان هناك نمو كبير في التبادل التجاري خلال العام 2015، نمو في واقع أكثر من 10%. مصر اليوم الشريك الثالث لألمانيا في المنطقة العربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. المناخ الاستثماري أصبح مواتيا بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد، وهو ما دفع شركة هينكل الألمانية بضخ 50 مليون يورو إضافية، فضلا عن عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التنقيب للاستثمار في مصر. Das grundsätzliche Investitionsklima ist gut. Wir haben es heute auf der Veranstaltung gehört. Legal Framework, Skilled Labor, Infrastruktur, alles das ist gegeben in dem Land. Deswegen sind wir gerne da. كما شارك في المنتدى ممثلين عن المجلس الاستشاري العلمي الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي. الاقتصاد بالذات مع ألمانيا ليه ميزة كبيرة، لأن الصداقة بين مصر وألمانيا من مدة طويلة، والتبادل العلمي والثقافي والاقتصادي في مصر موجود من عشرات السنين. هذا وسوف توقع عدة اتفاقيات بين مصر وألمانيا خلال زيارة الوفد الاقتصادي الاستثماري إلى مصر. المناخ الاستثماري وقانون الاستثمار الموحد والتعديلات والضمانات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي هي التي دفعت الشركات الألمانية للاستثمار بالمليارات في مصر، والتي سوف تعود بالإيجاب بإذن الله على الاقتصاد المصري. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. المناخ الاستثماري وقانون الاستثمار الموحد والتعديلات والضمانات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي هي التي دفعت الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات داخل مصر، والتي سوف تعود بالإيجاب بإذن الله على الاقتصاد المصري. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.